السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل وصباح كل حاجة حلوة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يجعل ايامنا كلها حلوة. طبعا قبل اي حاجة خالص وقبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا، لو انت جديدة معانا في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل ما نبدأ كمان في الفيديو، ما تنسيش بقى اللايك الجميل بتاعك. انا النهارده بصراحه يعني بقى يوم غير اي يوم. انا جيت امبارح من عند ماما، بس بصراحه بقى ما كنتش غسلت الحاجات ديت. قلت بقى اصحى الصبح كده ان شاء الله وافنن بقى تفنينه حلوه كده للطواجن دي، لان انا عايزه اعمل حاجه فيها النهارده. كان هيجرى لي حاجه يا جماعه والله لو ما عملتش فيها حاجه النهارده. كان نفسي اجربها قوي. انا كنت متعقده من الطواجن ليه؟ انا كان عندي طاجن قبل كده فانا حطيته في الفرن. هو انا مسافه ما حطيته انا كنت عامله فيه تورلي باللحمه. انا سويت التورلي باللحمه بره والله الطاجن خالص. وقمت يعني حطاه فيه يغلي شويه في الفرن ويتحمر. انا جيت ابص لقيته فرقع لوحده. هتقولي لي فرقع ليه؟ هقول لكم والله ما انا عارفه، الفرن كان ناشف خالص. المهم فرقع بقى، وكان نزل لي بقى كل الصوص اللي في الصينيه، وكان خلاص بقى الدنيا اتبهدلت خالص. فانا كنت بصراحه اتقفلت منهم قوي. المهم ايه، كل ما اشوف حد عنده بصراحه اشتاق ان انا اجيب واجرب تاني، يعني مش عشان واحد فرقع وكده يعني كله هيبقى كده. المهم ايه، انا يعني قلت لا والله لا جايب. المهم طبعا انا عملت ايه بقى، انا صحيت الصبح حطيته في ميه. انا يعني حطيت كيس ومليت بقى الحوض ميه وسبته في الميه دي قيمه ساعه تقريبا كده. لما احس ان هو يعني شرب ميه كده لما شبع. وبعدين مسكت غسلته وسبته بقى يصفى شويه عشان هنشفه في الوقت ده. انا فكره انا كنت مشغله الفرن على الهادي. قلت بقى لما على ما ينشف وكده، طبعا غسلته بقى وغسلت طبق الكحك اللي انا جايباه التاني والحاجات دي. ومسكت قطعت عندي جوافه، مسكت غسلتها كلها وقطعتها. وكمان البرتقال واليوسفندي كمان غسلته وصفيته وحطيته مكانه. هنشف بقى الحاجه دي كويس جدا. وايه، واحطها في جنب. بالنسبه للطواجن دي انا مسحتها مسح كويس قوي، يعني انا ما استكفتش مره واحده. انا مسحتها مرتين، بحيث ان انا قبل ما ادخلها الفرن لازم ولا بد تكون ناشفه جدا. طبعا ما ينفعش ان انا ادخلها مبلوله. انا بعمل اللي عليا اهو، عشان لو حاجه فرقعت يبقى انا ماليش دعوه، يبقى ده بقى حظي مش اكتر. المهم شوفوا لتاني مره اهو انا بنشفها كويس، وانا كمان بدخلها الفرن كنت بنشفها. حطيتها بقى بالمنظر ده والفرن شغال وسبتها شويه. قلت بقى اعمل ايه، اعمل الفراخ بتاعتي. ما هو انا بصراحه قعدت اضربها في دماغي اعمل ايه اعمل ايه. قلت خلاص انا هعمل فيها معمر وتكلي واعتماد عليك يا رب. انا حاسه ان انا محسساكم ان انا هقع في البحر. لا والله هو الموضوع بسيط، بس منها عملت معايا قبل كده إيه ان هو فرقع وكده، فانا حاسه ان الموضوع صعب شويه. المهم طبعا حطيت بقى الفراخ. انا بحط الفراخ تشوح الاول كده معلقه سمنه بلدي وبصلايه وطماطمايه. وبحط الفراخ بقى وحبهان والمستكه، وكمان ورق لورا والملح والفلفل الاسمر. وبسيبهم بقى تتشوح، بتطلع معاكي احلى شرب. المهم هنا بقى كان خلاص، شوفوا خلاص الطاجن يعني لقيته زي الفل، مفيش اي حاجه، الدنيا تمام لسه. بس طبعا مش هحطه بقى على الرخامه، حطيته على السندات دي. بالنسبه بقى للجوافه دي، انا مقطعاها ليه بصراحه، انا يعني الجوافه احنا شبعنا جوافه. فالمهم الجوافه بقى بصراحه لما جت حبيت ان انا اعينها واكيسها واحطها في الفريزر بقى ايه، اي وقت اطلعها عصاير او كده، او لو ما احتاجناش متعانه لرمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب. همسك بقى بصراحه الكميه دي عملت لي 4 اكياس. بمسك بقى الكيس بقى بشيل الحته الزايده منه بقى، يعني بعين الكيس كده منظره بصراحه حلو قوي. هكمل بقى الكميه كلها وهمسك بقى اوديها. كنت بقى ساعتها بديها لبنتي، قلت لها بقى ايه عينها في الفريزر وكده. كنت مسكت الرز غسلته وحطيته اول مره والله اعمل في الطواجن. يعني اعذروني لو حسيتوا ان انا يعني مش فاهمه، يعني مش عارفه. المهم حطيت الرز، طبعا بسيب بقى كميه شويه عشان برضو الرز لما يستوى. وهحط بقى اللبن. مسكت بقى طبعا اللبن ده كنت غلياه، مليت بقى الطواجن كلها لبن. انا ما حبيتش ان انا احط الطواجن دي مباشره كده على الصاجه بتاعه الفرن. انا بصراحه حطيتها على صينيه، يعني قلت امان عشان برضو الفرن وكده، انا هحطها على صينيه. المهم بقى هكمل طبعا اللبن بقى لكل الطواجن. وهحط ملح وهحط كمان سمنه، يعني سمنه بلدي وكده. وهدخله الفرن. بس انتي عشان تكسبي المعمر عموما، سواء اصلا المعمر ده في طواجن او في صواني او في اي حاجه، لازم الفرن عندك يكون حامي جدا. اول ما بتحطيه بقى بتلاقي اللبن غلى، وتلاقيه كون ايه على طول وش. المهم زي ما انتم شايفين بقى طبعا هحط بقى الملح بتاعه.
وكمان هحط عاجبني قوي فكره ان كل واحد يبقى له الاكل بتاعه، دي عجباني قوي الفكره دي. هنا بقى حطيت بقى السمنه وخلاص بقى كده هحطه بقى في الصينيه زي ما انتم شايفين. الحمد لله الصينيه خدت ال4. انا جايباهم وسط ليه؟ عشان ما يبقوش برضو كتير، لان يعني احنا اكلنا مش هيبقى كتير قوي، بحيث ان محدش يتبقى منه حاجه وكده، بس والله يتبقى برضو. المهم هنا بقى كان خلاص اتبقى مني بقى شويه لبن، قلت يعني خساره ما ارجعهم التلاجة، لا ما يرجعوش التلاجة. قلت اعمل شويه مهلبيه، عندي جوزي يا جماعه بيموت في المهلبيه. ان شاء الله باذن الله بقى في رمضان انتوا هتلاقوني يوميا لازم اعمل يا مهلبيه يا زبادي، يا مهلبيه يا زبادي. انا بقوله خلاص يعني هو رمضان عندي مهلبيه وزبادي. المهم ربنا يا رب يجعل ايامنا كلها خير وكلها بركه. حطيت طبعا بقى السكر واللبن. اول بقى ما احس ان هو خلاص بدا، يعني هو خلاص هو بدا يسخن وكده، حطيت النشا. انا مش عارفه لقطه النشا بالمهم اللي انا بضيفها ما جاتش ليه. هحط بقى النشا واقلب كويس، وهحط حبه فانيليا صغننين هقلبه بقى. بس حاولي ان اللي هو المهلبيه بتاعتك ما تبقاش سميكه قوي، يعني تبقى طريه. شوفوا انا عاملاها ازاي، بصراحه بتبقى مهلبيه مهلبيه فعلا. هضيف بقى في الكاسات واقوم حاطه عليها انا، يعني بقى انت بقى حطي عليها اللي انت عايزاه. انا ببقى احط عليها جوز الهند وكمان زبيب، بس يعني تدي شكل بس كده من يعني منظر حلو مش اكتر ولا حاجه. طبعا في الوقت ده انا كنت منضفه شقتي، يعني انا قايمه اصلا بدري، مسكت شقتي نضفتها ومسحتها كلها والله. وسبتها بقى ليه؟ انت ما تضمنيش، اي حد ممكن يجيلك في اي وقت، ضيف اي حاجه، لازم دنيتك تبقى نظيفه. يعني انا مش بقوم من النوم كده ادخل على طول اطبخ واعمل، قبل ما بدخل مطبخي لازم تكون شقتي نظيفه. طبعا بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بصراحه المعمر طعمه تحفه. دي بقى قطعه سمنه بلدي كده بحب احطها على الوش، بتلاقي بقى الوش معاكي نور وبقى حلو قوي، وطعمه بقى كمان يعني. سيبك من الشكل، احنا ما بنعملش الشكل يا جماعه، احنا اهم حاجه الطعم. ايه الخير ده والطعم الجميل ده والحاجه الحلوه دي. المهم حطيت بقى قطعة السمنة البلدي دي. إيه لا كانت عاطية بصراحة، البنان بجد عاطي طعم حلو قوي قوي للمعمر. هنا بقى كنت حمرت خلاص الفراخ. انا عملت فراخ محمرة عادية، مش في صينية ولا حاجة، لان كنت محتاجة الشوربة. يعني عملتها فراخ محمرة عادي خالص. حطيت بقى لكل واحد كومه كده على الطاجن بتاعه. وكان بقى في الوقت ده انا اصلا بحمر في الشعريه يعني. الاول هحط بقى فلفل اسمر كده على الفراخ، لان انا كنت لسه محمراها، ما حطيتش عليها بقى الفلفل الاسمر. انا بحط بصراحه الفلفل الاسمر بعد ما بحمرها يا جماعه، في ناس بتحط قبل، لا انا بحب احطها بعد يعني. المهم كده خلاص خلصتها. بوريكم بقى كنت اصلا بحمر في الشعريه. الشعريه دي انا زمان كنت بعملها ازاي، كنت بحمرها وبضيف لها شوربه كتير ان دي تبقى شوربه بشعريه. لكن بصراحه انا اتعلمت بقى لما اتجوزت ان انا احمرها كده واضيف لها بس هما كبشتين 3 شوربه، وخلاص كده بتستوى بقى وبتنشف، وبتاخدي منها المعلقتين تحطها في الشوربه. اقول لكم بصراحه هو كده احلى يعني. الواحد لما مثلا انت ماشيه على طريقه وتلاقي طريقه احسن من الطريقه بتاعتك، ايه المشكله لما تغيريها؟ يعني انا بالنسبه لي بحب اتعلم، او حد بيعمل اي حاجه قدامي بحب اتعلمها، مش اصل احنا مش عارفين كل حاجه يعني. المهم هضيف بقى الشوربه بتاعتي، وهسيبها بقى ايه تستوي كده على نار هاديه شويه. ويبقى انا كده خلاص الاكل بتاعي النهارده والغدا خلص. بصراحه الغدا انا ما حسيتش ان انا عملت حاجه اصلا، الغدا خلص على طول. يا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في الاشتراك واللايك. بحبكم في الله، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. مع السلامه.